حديث المرفوع: المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمن وفى. والمنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنما والزكاة مغرما. قالوا: يعرف المؤمن بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال سعد: كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قيل للقمان الحكيم: ألست عبد ابن فلان؟ قال: بلى. قيل: فما بلغ بك ما نرى؟ قال: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. قال نافع: طاف ابن عمر 7 وصلى 2 ثم خرج، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن وخرجت؟ فقال ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد.